شلونكم يا حلوين؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله زينين وصحة وسلامة. حبايبي طبعا رجعت لكم اليوم بفيديو، هو مثل ما نقول يوم المشترى العالمي، يوم اشتريت شغلات وأغراض. وراح أشارككم الغدا مالتي بس ورا الطبخ، ما صورت لكم إياه وأني أطبخ. طبعا ورا ما كملت الطبخ قاعد لقطت الخضرة وراح أغسلها. بنات دائما الخضرة مالتكم غسلوها بملح. طبعا انا رشيت لها ملح بس ما طلع بالتصوير. دائما غسلوها بملح. انا موت شكو شي حتى اذا دودة صغيرة ناعمة تموت بالملح، لان هو الملح بمادة شكو شي مو زين يعني تقتله. وهنا حبايبي غسلت الخضرة وياكم، وأنا أعتذر جدا لأن دا أتأخر وياكم بالتنزيل. بس بنات تفاعلكم كلش قليل، يعني أتمنى تتفاعلون وياي تعليقاتكم الحلوة وين راحت؟ حماسكم الحلو وين راح؟ كنا علق تعليقات حلوة وتشجعوني وسووا الواهس أنزل يومية، بس ما أعرف إيش بيكم. يمكن عين ضربتكم، أنا هم أحس هيك أكو عين ضربتكم. يلا الحمد لله. وطبعا أريد من عندكم تشجعوني، يعني ضروري على مود أستمر وياكم. وهنا صبيت وياكم الغداء اللي هو عبارة عن تمن، وسويت يخني دجاج يخبل، والله العظيم بنات كلش طيب سوينا. وعندي كم شغلة هماته سويتها. شوفوا بنات الشكل مالته رهيب، يعني هو مجرد تحمسون الدجاج وتخلوا له التوابل الخاصة مالت الدجاج والفلفل والبوتيتا والطماطة كلها عبارة عن حلقات، وتخلون مي كلش قليل وتنصون النار، يصير لكم خبل أطيب أكلة بالدنيا. وإذا تحبون أنزل لكم إياها هاي الوصفة قولوا لي أنا أنزل لكم إياها، ما عندي كل مشكلة. وعندي بناتهم يعني شوية شغلات بالبيت هم كملتهن، تنظيفات البيت. والله العظيم هاي الفترة كلش تعبانة وجسمي مكسر، قوة أقوم أخلص لي شغلة. يعني حتى دليل هذا إني ما أنزلكم لا تحديات ولا روتينات. وطبعا عندي طفل صغير، هاي إحنا كل 10 أيام نجيب هاي الأغراض إله. هاي حفاضات ومي مال الطفل، هذا الكرتون اللي شفتوه. بس الحليب لا، تقريبا كل 4 أيام نجيب له قطية حليب. ودائما احنا هم يعني من عندها هيك مصاريف، احنا كل 10 ايام نجيب ذني. هنا حبايبي اشتريت هاي المكنسة الكهربائية. طبعا المكنسة الكهربائية مالتي احترقت، واللي حرقتها فطومة صديقتكم غسلتها، يعني ما شايفة المكنسة الكهربائية تنغسل، قامت فرغت التراب مالتها وغسلتها. فجبنا والله وحدة جديدة، وهم نصحنا بها الرجال، قال كلش نوعية زينة. قلت له ناخذها ونجربها، وهاي اشتريتها طبعا وراح اجربها. والله اني بصراحة جربتها وكنست بيها البيت، كلش عجبني الشفط مالتها، يعني سريعة الكنس. وهذين ما نقدر بنات، ما نقدر بلا مكنسة، يعني انا عطلة 3 ايام اكنس بالفرشة او بالمكنسة مالت السعف تخبلت. والله العظيم هاي متوني قامت توجعني ودي قامت توجعني، لأن ما تعودنا على المكنسة الكهربائية. يقول قبل أمهاتنا شلون كانوا يشتغلن يعني من غير هاي الآلات، مثل الغسالة الأوتوماتيك، مثل المكنسة الكهربائية، والله مثل التنور. ما أعرف شلون كان الخطية قد يتعبن قبل أمهاتنا، ما كنا حاسين بهذا الشي. طبعا جبناها هنا وهم ما أعرف إيش إدها، فاستعانيت بصديق اجى شد لي اياها. والله العظيم كلش يعني مفيدة بنات. قبل كنا ما اعرف شلون عاشات امهاتنا، على قولة امي تقول يما شلون لعد سويناكم وشلون صرتوا وشلون هذه. مرات تشوفني ازهق تقول والله انا خلفتكم ولا صحت بطفل ولا زمخت بيه. قبل اعتقد احسن من هسه. وين هسه كل شي جاهز عندنا، كل شي جاهز وما راضين ما حامدين الله وشاكرين. وبنات والله يعني استخدمتها، ما احكي لكم السرعة مالتها مالت الشفط. بس هاي اكو اشياء لازقة بالزولية، لان عندنا هاي الطفل الصغير خطية الحليب مالته لو مرات الشوربة، فاحنا يوميا هاي الزولية احنا نمسحها. وهم فد يوم اسوي لكم بيها روتين امسحها قدامكم، يعني على مود تشوفون مالته طريقة المسح مالتها. وهنا بنات هم جبت مبخرة للبيت. اليوم عندي المشتريات العالمية
جبت مبخرة للبيت لأن دائما أحتاجها، أسوي حرمال أو أعلق بخور، كلش مفيدة بالبيت الكهربائية هاي المبخرة. والله انعلقتها، وهذا بخور عندي طبعا جبته من السعودية وياي من رحت، وريحته ما احكي لكم كلش كلش طيبة والله العظيم. شوف بنات مالته اللون، طبعا جسته لكم على مود اراويكم مالته. طبعا هاي هنا دا اشوفها حميت بعد هي ابقى اسوي بيها لحد ما اشوفها صارت حارة، يلا اذب البخور. شوفوا طقطق بيها. وكنت ما اعرف لها لان انا قبل عندي كانت وحده كهربائيه بس مو من هذا الموديل، من غير موديل. طبعا بعدي مو كلش حاميه فخليت هذه بيها، بس هسه لا راح تحمى وراح تشوفون مالتها البخار. شوفوا بنات شلون راح تطلع الدخان مالتها، واو. وما احكيلكم الله العظيم ريحة البيت صارت تجنن، كلها ريحة بخور. شوفوا اللون مالته بنات، لون البخور بنفسجي، جبته من السعودية هذا البخور. الريحة مالته رهيبة رهيبة، يعني بحيث بخرت بيه البيت وانطفت، يعني هي خلصت مدة البخور وبقى وراها 3 ساعات ريحة البيت تخبل منعشة بشكل مو طبيعي. بقى 3 ساعات يعني على قولته هنه منكه البيت بالبخور. وهنا عندي بنات كانت حديقة، هي حديقتي طبعا، فصار لي تقريبا فترة تاركتها، وشو ما قلت مثل ما قلت لكم شو مالي خلق ومالي مزاج وراد لها خلق وراد لها حيل، فتركتها. فهسه والله فطومة جتني، قلتها ماما تعالي ساعديني بيها خلنا نشتغلها، لأن حلوة قعدتها، هي مرتبة وبيها شلال وناسكة. فقلت لها ليش حرامات يعني تاركينها، خلنا نعدلها. وهم اشتريت لها مشتريات هسه راح تشوفوها. وعندنا هذا طبعا بنات مال السبلت، هذا الوايرات مال السبلت مغلفيها، فقلنا خلنا نحط هذا عليها منغلفة بشكل حلو، فصارت شلون الشجرة عليها كلش حلوة. وهم وغسلنا هذا الفرفور هذا الأسود، مرة هم طقت عندنا الكهرباء هم غسلناه. وشوفوا بنات راح تجلف خطية كلها لأن أنا ما أقدر وحدي، فخطية هي دائما أنا أخابرها تيجي علي، من أحتاجها تجيني، هي أبد ما تقصر. وهنا سوت حملة جلفت هذا الفرفور كله من فوق لجوا. حبايبي إذا حابين أنزلكم طبخات أكلات فد شي حلو، وأريد منكم فدوة بنات، أرجع أقول لكم شجعوني لأن أنا إذا ما شجعوني ولا أقوم ولا أحرك نفسي، كل ما تشجعوني تعطوني طاقة إيجابية وتخلوني أقوم. وضمت لكم كومة فيديوهات تخبل والله كومة إذا كل ما شجعوني أنزلكم فيديو حلو. وغسلناه مثل ما تشوفون ونظفناه كله جلفناه، ما خلينا أي شي بيه، خليناه يلمع لمع. لأن مرات واحد يضوج وين يروح، فيقعد هنا بالحديقة يشرب قهوة يتونس. شوف خطية كلها غسلته ما خلت. بنات وأنا أعتذر بالنسبة هاي الأيام، يعني ظهوري كلش قليل، لأن ما أعرف إيش بيه. وهم أكو ناس يعني حطت قورها وياي وحطت قورها ويا القناة، فما تريدني أنجح والله العظيم بنات. يعني أكو ناس شدوا وياي شدة مو طبيعية على مود أن يعني القناة أغلقها. ففدوة خاطري على مودي أريدكم يعني توقفون وياي، وأريدكم تصعدون القناة حتى على عناد الشماتة واللي يلومون، أريدكم تصعدون قناتي فدوة. يعني والله العظيم لو تشوفون شلون قاعدة أدخل بصراع ويا الناس ذولا اللي يكرهون، اللي يحاولوا بقد ما يقدرون، وهم احتمال يسمعوني موجودين هنا، ما أعرف أكيد موجودين لأن هم متابعين قناتي. لأن والله شدوا وياي شدة مو طبيعية على مود يعني أغلق القناة أو أغلق التيك توك أنا غلقته بسبب الأعداء. بس إن شاء الله بالقناة نبقى وننزل فيديوهات. وأريدكم بنات كل ما تشجعوني على مود أقوم أنهض للقناة والله، لأن إذا ماكو تشجيع كل شي ما أقدر أقوم أسوي. طبعا بنات واليوم اشتريت همات هاي الكراسي واشتريت الميز،
الميز هذا هم جبته على مود هم يعني اسويه الحديقة. كلش عجبنا هذا الميز، جاي بلون السيراميك مالت الحديقة. انا مرات اضوج فاحب اقعد هنا أنا اشرب قهوة، اغير جو. شو تسوي بنات، والله العظيم يعني عايشين بصراع كلش قوي، عايشين بصراع. ما اعرف هاي الناس يعني شو تريد وين ما تريد توصل. المهم والله لو تشوفوني ابد ما اتدخل بحياة كل انسان، وما إلي علاقة سواء يصور ما يصور. انا من نوع يعني كلش معتكفة ببيتي وما اتدخل، لا ما حتى يعني هسه حتى مرت اخوي اذا نزلت ما لي علاقة بيها، بنتي اذا نزلت ما لي علاقة بيها، حماتي اذا نزلت ما لي علاقة بيها. كل انسان حر بنفسه. ليش الواحد يعني يدخل نفسه بأشياء هو في غنى عنها، وأشياء هي يعني ما بيها شي، مو معيبة. يعني بنات إذا فتحت قناة وسويت فيديوهات وكذا يعني هذا الشي معيب؟ مو معيب. يعني شو المشكلة؟ يعني هسه أنا قبل شو مسوية؟ آلاف القناة فاتحة، ليش أنا من إجيت أريد أفتح كلها صارت براسي شريفة وعفيفة؟ على العموم ما لنا علاقة بيهم. شوفوا بنات شلون صارت الحديقة مالتي تخبل. والله العظيم سويت لنا هماتة قهوة وياها فطومة، وقالت حطي الصوبة. طبعا هنا صار مكان دافي وقعدنا نشرب القهوة، وصدق تونسنا من قعدنا. سالفة منا سالفة منا. فاطمة هماتها يعني فطومة نشرت الستوريات. الحمد لله والشكر حبايبي. طبعا الفيديو مالتنا يخلص، واذا عجبكم لا تنسوني باللايك. كيف الطم اسلم عليكم، لا تنسوني باللايك وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير ونلتقي على الخير والمحبة، وان شاء الله القادم احلى واحلى واحلى. مع الف سلامة، باي باي.